اهلا بيكم كل متابعي قناه سكر جوه، يا رب تكونوا بخير وسعاده دايما. النهارده هنتكلم عن كيف تتعامل مع الطفل العنيد من غير ما تكسره. اتوقف عن الصراخ، بطل تصرخ وبطل تزعق وتعلي صوتك فيه، لان هو ما بيتعاملش بالطريقه دي. دايما خليه يختار، حطه دايما في اختيار عشان يحس ان هو اللي ليه كلمه وان هو اللي انتصر، بس الاختيارات في الاخر حضرتك اللي واضعها. وجه عناده لشيء ايجابي، بلاش يبقى الند بالند بينك وبينه. خليه يحارب، بس يحارب امور وليس اشخاص. لما تيجي تحسن سلوك في طفلك، حسن سلوك واحد في المرة الواحدة، لان طول الوقت هنلاقي ولادنا بيعملوا تصرفات مش عاجبنا، فعايزين نحسن من سلوكهم. هو سلوك واحد في المرة الواحدة، لان لو ما عملتش كده مفيش حاجة هتتعدل اصلا. دايما لما تلاقي حاجة كويسة بيعملها اشكره وامدحه وقوله كلام حلو واثني عليه وقوله تشجيع، لان كل الامور الحلوة دي بتخليه يجيب نتيجة ايجابية اكتر. وبيقولوا دايما ان بنزين الشاطر هو التشجيع. لو عجبكم الفيديو لايك شير كومنت، وقولوا عاوزين نعمل فيديوهات تاني عن ايه.